السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة جهاز عروسة باي سمية. أنا أختكم سمية، نرحب بكامل أعراسنا وبكامل المشتركين الموجودين في القناة. إذا كنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بجديد الفيديوهات إن شاء الله والوصفات، لأنه قناتي مختصة أيضا في الطبخ والحلويات وبعض النصائح والنصائح للعروسة الجزائرية والمشتريات تبعي وجهازي اللي حبيت نشاركه معكم. اليوم الفيديو تاعنا راهو مخصص للبيجامات اللي موجودة في جهازي مع بعض النصائح. أول حاجة ننصح بها خواتاتي والبنات لهم يتبعوا فيا، انه اذا كان كنتي خدامه وكان عندك البوجي تاعك به، عدد البيجامات اللي تديها والنوعيه تاعها يعني ترجع ليك وانتيا واش تحبي وانتيا والمقدور تاعك. اذا كان البوجي تاعك قليل، ما عندكش مال كتير باش تجهزي، ما كنتيش خدامه، كما نقول هنايا لازم تقيدي بعدد معين وبنوعيه معينه. كما انا مانيش خدامه، انا قاعده في الدار يعني وما عنديش ما عنديش مبلغ مالي هكا مخصص يجيني باش نجهز به، ولهذا حبيت كما نقولوا المشتريات تاعي ولا جهازي نخليه يعني محدود. يعني كل مره نشوف واش نشري. كما الان شريت بيجامات، كاين اللي كانوا عندي وكاين اللي شريتهم مؤخرا. ثاني ملاحظه، البنت اللي تكون تقرا ولا اللي تكون مازال ما جاهش مكتوبها، يعني تقدر تخبي بيجامات على واش قدت واش حبت. يعني البيجامات يعني من بعض المشتريات اللي هي تقدري تخبيهم في جهازك. مثلا انا هذه البيجامه كنت مخبيتها في جهازي والان يعني لقيتها. اول حاجه من المشتريات جايه هذه البيجامه بهذا النوع كما راكم تشوفوا. نحاول نفتحها معكم. جايه على شكل سيرفيتمون، فيها 3 كولور، النوار والغري والغوز، وعندي بزاف مشتريات من الغوز، يعني انضربت على الغوز. وهذا لو بونطالون تاعها. مثلا هذا النوع من البيجامات نعطيكم كفكره ولا كنصيحه. اذا كنتي ماشي ساكنه وحدك، يعني تقدري تدي وحده ولا زوج باغ ترقدي فيهم ولا دوري فيهم في شومبر تاعك ولا. اما اذا كنتي ساكنه وحدك تقدري تدي منهم اشكال انواع. هنايا مثلا باش العروسه لا راح تتزوج يعني دير حسابها. دوك انا باغ انا مانيش انا ساكنه مع العائله الكبيره تاع الزوج تاعي، ونروح نشري باغ 5 ولا 6 من هذا النوع. اسكو نقدر نلبسهم ونستفاد منهم؟ اذا تعرفي روحك انك ما تستفاديش منهم، خاصه يعني راهي مغريات في السوق. يعني مثلا غير هذا النوع من البيجامات راهو اشكال انواع وكثيره بزاف. يعني تنساي واش تشري، تبغي تشري هذه تقولي لا ندي هذه. يعني بزاف كما نقولوا السلعه بزاف ومغريات بزاف. دوك الا انا نعرف روحي اني ما نلبسهمش بزاف، نشري وحده ولا زوج من هذا النوع يكفوني حتى ربي يفرج عليا وندير سكنتي وحدي ونلبس واش نبغي. ثاني البيجامه تاعي هذه اللي شريتها، يعني ما كنتش انا بيجامات ما كنتش داسه. عندي هذه البيجامه جايه على هذا الشكل، ايضا في الغوز، كتانها تقريبا جاي كوتون. معكم شوفوا كيفاش جايه. تاع ربيع، ويعني ونوعوا في البيجامه تاعكم، خلوها ما بين ربيع والصيف والشتاء. هادو بيجامات الشتويه ولا تاع ربيع. كتانها شويه في هذه العقوله تبين، يعني تلبسي تحتها باش هذه مليحه تاع ربيع تاع صباح هكا تلبسيها، ولا تاع ليل هكا تبغي ترقدي فيها
باغ تكوني ضيفه ولا تلبسيها. وهذا السروال تاعها قلت لكم يبين لازم تلبسي تحته حاجه. ايضا شريت هذه البيجامه تاع قيمه، كنت وريتها لكم في فيديو في بعض المشتريات، لكن الفيديو انحذف من القناه. هذه تاع قيمه كما نقولوا قطيفه تاع الجيلاتين، خرجت هذا العام. يعني كما قلت لكم نوعوا في البيجامه تاعكم، خاصه الزواليه اللي ما عندهاش كما نقولوا تعرفوا واش تشري وحده تاع قيمه، وحده تاع دار، وحده خفيفه، وحده كوتون، وحده قطيفه، يعني تنوع في البيجامه تاعها. هذه ثاني لقيتها بون بري، خلصها 250. قال لي حبات ساريه، قال لي ديها وما تندميش فيها، جايه في البلوغوا وعجبتني بالبزاف، يعني تاع قيمه تلبسيها كي تكوني عروسه جديده. وهذا لو بونطالون تاعها هو اللي جاي في البلوغوا. ايضا بعد المشتريات شيت هادو لي كونو جايين على شكل يعني ثاني بيجاما تلبسيهم تحت البدعيه ولا في شامبرتك. وهذا السروال تاعها جايه حنينه بزاف ورطبه. وهادو المشتريات اللي كنتو شفتوهم معايا بيجامات ولا اللي كنتو شفتوهم في فيديو تاع المشتريات. هذا ثاني كولون به بالتريكو تاعه بالبودي تاعه، ثاني تلبسيهم تحت البدعيه ولا. وهذه البيجامه كنتو شفتوها معايا في مشترياتي الاخيره. هنايا هذه كوتون ثاني تاع ربيع، يعني نوعت ما بين الربيع والشتاء. ايضا كما نقولوا البدعيه تاع الدار، ما درتش بزاف بدعيه تاع دار، ودرت بيجامه تاع دار. كما نقولوا نوعت ما بين البدعيات والبيجامات تاع الدار. عندي هذه، وهذا السروال تاعها وشريت من هذا النوع اللي جاي هكا مريش. هذه ايضا تاع دار، كما قلت لكم البدعيه تاع دار ولا القنادر تاع الدار ولا الجباب تاع الدار ما درتش بزاف، ولكن درت بيجامات انه كما تعرفوا يعني الشتاء كامل تبغي حاجه اللي تكون تدفيك. وهذا السروال تاعها، وهذه البيجامه ايضا اللي تاع دار كنتو شفتوها معايا، تاني جايه خفيفه يعني تقدري تلبسيها في الربيع وفي الشتاء، يعني قطيفه خفيفه تاعها ماشي حاجه خشينه. وهذا لو بونطالون تاعها. اذا هادو هما البيجامات تاعي اللي راهم في جهازي، يعني ما راحش نزيد نشري لانه كما قلت لك كل وحده والبوجي تاعها. وايضا راهي تخرج عام على عام، راهي تخرج سلعه جديده، وبخاطر نكرهوا القش تاعنا، ولهذا ماذا بينا ما نكثروش ندو على حسابنا، وفيها بركه. وان شاء الله بعد النصائح في الفيديوهات القادمه وبعد المشتريات ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تبخلونيش بجيم والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والى الملتقى ان شاء الله.